ما هو ربنا ما بيرضاش بالظلم. لما انت يا عم كولر المفروض ان اتحسب عليك، المفروض يتحسب عليك ضربة جزاء اصلا بتاعت ياسر ابراهيم. تمام. وربنا كرمنا وما اتحسبتش. ربنا كرمنا وما اتحسبتش. وانت اصلا بادئ الشوط التاني. انا مش عارف انت، انا ما شفتش مدرب جبان كده. انت بتمرن النادي الاهلي، انت بتدرب النادي الاهلي. انت متخيل؟ انت بتمرن اكبر نادي في افريقيا. لما انت تبدا الماتش بالطريقه دي بنفس الاسلوب اللي لعبت بيه الماتش الاولاني 3-5-2. احنا قلنا الماتش الاولاني انت عملت ماتش عالمي، بس انا شايف غير كده. انا شايف ان اللعيبه هي اللي عملت ماتش كويس مش انت. اي نعم التشكيله كانت كويسه ومناسبه للماتش اللي هناك في بريتوريا. ان ما انت ما بشوفش منك جديد في الماتشات اللي المفروض على ارضنا وفي وسط جماهيرنا. بلاقيك مدرب جبان، بلاقيك مدرب مش قادر تعمل حاجه، مالكش بصمه. مش هقدر الوم اللعيبه لان انا ما شفتش من اللعيبه باستثناء احمد رضا اللي مش قادر يشيل رجله من على الارض. ميس باص بالهبل. ما بيضغطش، ما بيفتكش الكوره، ما بشوفوش بيطلع باص من رجله صح. هو ما يمنعش ده، ما يمنعش ان ده لعيب كويس. انا متاكد ان احمد رضا لعيب كويس، بس انت شايفه مش شايف ومش قادر يشيل رجله من على الارض. مستني ايه؟ ربنا كرمنا وجبنا جون في الشوط الاولاني. يعني احنا ربنا كرمنا وجبنا جون في الشوط الاولاني. كرة اتلعبت من امام لطاهر، طاهر حطها مثاليه. مثاليه. الشوط الثاني مستني ايه؟ انت مستني ايه؟ مستني ايه يا كولر؟ مستني ايه؟ يعني كفايه حرق الدم بقى. كفايه حرق الدم بقى. جاي تعمل تغييرات لما دخل فينا الجون. جاي تعمل في التغييرات لما دخل فينا الجون. هتقول لي اصل احنا في الكوره بتاعت الجون دي لمسه يد على لعيب سان داونز، على مداو تقريبا. ما هو انت هم ليهم ضربه جزاء. انا كنت اتمنى ضربه الجزاء دي تتحسب، عشان هي كانت هتبقى بدري شويه هتفرق معانا لما الجون ده يدخل. انما الحكم ما رجعش للفار في الكوره بتاعت مداو اللي جت في ايده، ورجعت اتردت علينا بجون. هم ليهم ضربة جزاء 100%. عشان بس ما حدش يعلق، عشان ما حدش بس يعلق مشاكلنا ويعلق الماتش على شماعة التحكيم، او ان الكرة جت في ايده والحكم ما رجعش للفار والكلام ده. انا مش مع الكلام ده خالص يا جماعة. انا الكرة جت في ايد اللعيب بس هم ليهم ضربة جزاء. انا بقى المدير الفني بتاعي فين؟ المدير الفني بتاعي فين؟ المفروض واقف على الخط وقاري الماتش وقاري الجيم من بدايته. وربنا كرمنا وجبنا جون في الشوط الاولاني والماتش معانا ماشي كويس واللعيبه بتأدي كويس. انا ما بين الشوطين اسحب واحد زي احمد رضا اللي مش قادر يقف على رجله، مش قادر يطلع باص، ما بيضغطش مع اللعيبه. اسحبه. عندي بره اكرم توفيق، ممكن عاوز اقفل الملعب انزل اكرم توفيق. مع ان انا مش شايف ان احنا نقفل الملعب. احنا النادي الاهلي، احنا نمسك كوره. قفشه ليه ما ينزلش مكان احمد رضا وتسحب حد من مثلا طاهر محمد طاهر وتنزل بن شرقي ده بين الشوطين عشان التحولات. انت اضطريت تطلع جراديشار وتنزل وسام ابو علي عشان جراديشار اتصاب. غير كده انت ما كنتش هتطلعه. ووسام ابو علي مش شايف. يعني وسام ابو علي من ساعه ما رجع من الاصابه وهو مش شايف، مش قادر يشيل رجله من على الارض. مش عارف هنفضل لحد امتى في الوجع القلب ده. مش عارف هنفضل لحد امتى في الاداء المزري ده. كفايه بقى لحد كده كولر. احنا مش هينفع نلعب كاس عالم للانديه بالمنظر ده. يعني انا شايف ان احنا مش هنقدر نلعب كاس عالم للانديه بالمنظر ده بالمدرب ده. الاداره موفره له كل حاجه وجايبه له اللعبه العصفور زي ما بيقولوا. و سكوادك مرعب. عندك سكواد مرعب، عندك لعيبه ما شاء الله تبارك الله، لعيبه ولسه اللعيبه اللي هتجيلك لسه تريزيجيه ولسه زيزو ولسه حمدي فتحي لما يرجع ان شاء الله اعاره. عايز ايه تاني؟ انت عايز ايه تاني؟ كفايه بقى عشان احنا خلاص يعني. يعني احنا جبنا اخرنا. كفايه بجد يعني. انا مش فاهم احنا هنفضل لحد امتى في وجع القلب ده. كفايه كده يا عم خطيب على كولر. لسه عندنا الدوري. عندنا في الدوري ماتشات حياه او موت. ابارك لبيراميدز. بيراميدز الفرقه اللي احنا بنقول عليها بتاعت امبارح، مع احترامي ليهم يعني مقارنه بينا، مقارنه بتاريخ الاهلي. بيراميدز بتصعد نهائي قدام اورلاندو. اي نعم اورلاندو مش بقوه سان داونز، ولكن هم كانوا بايديهم يخلصوا الماتش هناك و... وعرفوا يكسبوا هنا. اي نعم دخل فيهم جونين وعرفوا يكسبوا وعرفوا يرجعوا وعرفوا يبقوا في الماتش موجودين وعرفوا يصعدوا للنهائي. ابقى بارك لهم.
فرقه ما عندهاش جمهور، واحنا جمهورنا بنشجع على الاهلي بقاله من الاسبوع اللي فات، من ساعه ماتش الذهاب واحنا بنشجع واحنا بنساند. آه، كفايه بقى، كفايه حرق الدم، كفايه حرق الدم. انت جمهور في المدرجات يحرك الجبل، جمهور في المدرجات. الناس دي في الاستاد من امتى؟ ما نامتش ورا فريقها في كل حته. مش عايز اشيل الليله للعيبه، لان انا شايف ان اللعيبه عملت اللي عليها باستثناء احمد رضا. مش عارف، مش عارف، لازم نشوف حل، لازم نشوف حل، لان الموضوع كده بقى صعب. احنا رايحين كاس عالم للانديه وبنشارك في كل البطولات، وعندنا ماتشات مهمه جدا في الدوري، وانت خلاص كده كده يعني بنسبه كبيره الدوري، الا اذا يعني حصل اي حاجه في نتائج الدوري. ممكن بيراميدز تكون النشوه بتاعت الفوز والانتصار وان هم صعدوا نهائي وكده تاثر عليهم في اللي جاي. بس احنا مش هينفع نكمل الدوري بكولر، ومش هينفع نصعد كاس عالم، مش هينفع نروح نلعب كاس عالم للانديه بمارسيل كولر. كولر كده حلو، كفايه قوي 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 اللي هو عمله معانا. انجازات بطولات في اي مكان في الدنيا مش هيعرف يحقق البطولات والانجازات اللي هو عملها عندنا. هو جه عمل CV ومشى. فشكرا قوي 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 لحد كده. السلام عليكم.